ونصحت في دعوتي لكم إلى الخير ولكن لا تحبون الناصحين بسبب الكفر والكبر والعناد والبغي. وهكذا تجد أغلب الناس لا يحبون الناصحين. الشيطان حريص على عدم محبة الناصحين. الشيطان يصور الناصح في قلب المنصوح على غير المعنى الصحيح، لأن الناصح حريص على المنصوح، والناصح مشفق على المنصوح، والناصح يعني مدل للمنصوح إلى الخير، الناصح محب للمنصوح، لكن هم يجعلون هذا على غير هذا الوجه. فلذلك تجد أغلب المنصوحين الذين لا يستجيبون للنصيحة بسبب عدم محبة النصيحة وبعدم محبة الناصح، فإذا لم يحب الناصح لم يحب النصيحة. ربما تدله على الرشد يقول هذا يريد يتحكم فيه، هذا ما يرى إلا نفسه. تدله على سبيل الجنة ما يستجيب، تدله على سبيل محبة الله ما يستجيب. نسأل الله السلامة. فهذا ديدا أغلب الناس حتى من المسلمين عصاة المسلمين تجد عندهم قصور في محبة الناصحين، وإلا لو كان عندهم محبة للناصحين لعرفوا أن الناصح دال على الخير، مرشد إلى الخير، مريد للخير، لا سيما النصائح القائمة على الكتاب والسنة. فانظر إلى عظيم شأن النصيحة. نوح يقول وأنصح لكم، وهود يقول وأنا لكم ناصح أمين، وصالح يقول ونصحت لكم، وشعيب كذلك يقول ونصحت لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيع على النصيحة. فالنصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ولكن الناس في إعراض، وبعضهم لشدة بعده عن قبول النصح حاله كما قال القائل أريها السهى فتريني القمر. أنت تنصحه بترك الباطل الذي هو فيه وهو يذهب لك إلى معنى بعيد، لست في صدده. فالواجب على الناصح أن ينصح بالكتاب والسنة، والواجب على المنصوح أن يقبل الكتاب والسنة، حتى وإن كانت النصيحة أن تترها على غير رشد، إذا تأملتها ستجد فيها الرشد. والأصل في النصيحة أن تكون في السر، تعمدني بنصحك في انفرادي. لكن إذا كان الغلط قد شاع وذاع النصيحة تكون عامة بحسب الغلط الواقع، لأن النصيحة العامة أرد للباطل ونصيحة للمبطل. فكثير من المخالفين إذا نصحت في السر إن وفقه الله تأب في السر، ويبقى الكلام الباطل بين الناس، يبقى الفعل الباطل بين الناس، يبقى الشر بين الناس، فما يصلح. النصيحة في السر لمن كانت أخطاؤه في السر، والنصيحة في العلن لمن كانت أخطاؤه قد ذهبت بين الناس، وربما تأثروا بها وربما جعلوها من باب الإقرار. ومع ذلك نصيحة السر تنقسم عن العلن، تنقسم إلى حالين. الحال الأول أن يصرح باسم المنصوح إذا كان في ذلك منفعة شرعية، والحال الثاني أن يحذر عن الشر يعني بدون تسمية المنصوح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، وقال ما أظن فلانا وفلان يعرفان من ديننا شيئا. فتارة صرح وتارة لمح.